السلام عليكم. اليوم حلقتنا غير مو قصة. اليوم حلقتنا أسئلة عن أهل البيت وأكو كم سؤال عني. خذيت هذه الأسئلة من الانستغرام، عندي كم شخص يسألوني وهم يعني ما يعرفوني، فقلت لهم سألوني شغلات ما تعرفون عن أهل البيت وما تعرفون عني، وراح أجاوبكم صراحة أسئلتهم شلون كأنما أنتم تسألون، كأنما أنتم الشغلات اللي تعرفونها، فتفاجأت من أسئلتهم. واي حكايه احكيها عن اهل البيت انا متاكد منها يا اما سائل سيد او شيخ يا اما ماخذها من الحساب الرسمي للعتبه الحسينيه. شوف اول سؤال، الوشم حلال لو حرام؟ الوشم حلال، بس شلون اذا اسوي وشم ما ترسم به رسومات مسيئه للدين ولا كتابه مسيئه للدين فوت سالم، بس اذا وشم تخليه مسيء للدين ورسومات شيطانيه وكتابات شيطانيه لا هنا. اولا هذا مو سيد، هذا شيخ صاحب العمامه السوداء تسمى بالسيد، وجده هو رسول الله. العمامه البيضاء تسمى بالشيخ، متعلم بالحوزه، وجده مو رسول الله لكنه متعلم بالحوزه وصاحب علم. شوف هذا الشيخ اخذ من عنده حكايه 50% و50% ما اوقف وياه. النقطه الاولى، اذا كان الوشم خارجي ووقتي فهذا الشيء راح ياثر على الوضوء، لكن هو مو محرم لان هو وقتي راح ينشال اول وتالي. اما اذا كان داخل الجلد هذا حلال بالوضوء لان ما راح يبطل الوضوء، يعني يمشي على الجلد، لكن هو حرام عند الله عز وجل لان قاعد تلعب بجلد ايدك وجاي تخرب جسمك، والله عز وجل اعطاك يا نقي لازم ترجع عليه نقي، وهاي الجسم عندك امانه فعند الله عز وجل محرم. سؤال ثاني يقول من هو ذو القرنين؟ صراحه مثلي مثلكم كنت ما اعرف ذو القرنين او كنت اعرفه بس عبالي الامام علي، لكن طلع شخص اخر. شنو قضيته هذا الانسان؟ هذا الانسان من المسلمين وكان الله عز وجل مكرمه بالقوه الخارقه، يعني قوته مو مثل قوه الامام علي، هذا قوته قوه خارقه والامام علي قوته قوه جسديه. يعني الامام علي اذا اخذ السيف قطع الرؤوس يقطع الالف راس، لكن هذا الشخص بسهم واحد يقطع الجدار لان هذا قوته خارقه، زائدا هو يقدر يسيطر على دهن الانسان. ثالثا هو حاكم العالم من بعد النمرود، زائدا هو مسلم وغير كافر، فمسمي نفسه ذو القرنين، والإمام علي من ألقابه هم ذو القرنين. السؤال الثاني اجاني من مذهب آخر مو من الشخص اللي طلبت منه، خذيته من التعليقات. المذهب اللي يتبعون هاي شبيكم، اللي يتبعون كل شيء ماكو فاشل ابن فاشل، يتبعون عمر بن الخطاب لعنه الله، لعن الله كل من تبعه وكل من صاحبه. سؤال يقول من كسرى وضلع الزهرة ليش الإمام علي ما طلع لهم؟ أو ليش ما حاربهم؟ لا يا حبيبي، هي شنو القصة؟ القصة رادوا ياخذون المولى من الإمام علي بعد ما نبي الله محمد أعطى المولى إلى الإمام علي، فرادوا ياخذونه، فما قدروا الإمام علي بالمعارك، فراحوا على نقطة ضعفه اللي هي فاطمة الزهراء، فكسروا ضلعها وقتلوا الجنين اللي بداخلها اللي هو المحسن، فخرج الإمام علي عليهم وشالهم وانطكهم بالقاع على قول الروايات. لكن أتت رسالة من الله عز وجل إلى وحي جبرائيل، ومن وحي جبرائيل إلى رسول الله، من رسول الله إلى الإمام علي عليه. السؤال الرابع، شنو الكاميرا تستخدمها؟ ما أستخدم أي كاميرا، أستخدم نقال واحد اللي هو نقال آيفون 7 عادي ومكسر ومدمر تدمير، وهو نفس اللي أصور وأمنتج وأنشر وأحقق به. السؤال الخامس، من هم أهل البيت ومن أخوان الإمام علي ومن أولاده؟ أولاً أبدي بقائد أهل البيت اللي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه محمد بن عبد المطلب، وعم الرسول الحمزة بن عبد المطلب، وعم الآخر اللي هو عبد المناف بن عبد المطلب. الحمزة هو صاحب لقب الحقيقي لأسد الله الغالب، وعبد المناف ابنه الإمام علي عليه السلام، ورسول الله بنته فاطمة الزهراء اللي هو زوجة الإمام علي. الإمام علي زوجته فاطمة الزهراء، وأولاده والإخوان الإمام علي عليه السلام هو عقيل ابن أبي طالب وجعفر الطيار ابن عقيل، ومسلم ابن عقيل ابن عم الحسين عليه السلام، وهو من محبين الحسين عليه السلام. وأخو الإمام علي الآخر هو جعفر الطيار. وأولاد الإمام علي هم الحسن والحسين وأبو الفضل والسيدة زينب وأم كلثوم وعثمان وعبيد الله وعون. الحسن والحسين من فاطمة الزهراء، وأبي الفضل من أم البنين عليه السلام، وعثمان من أم البنين عليه السلام، وعون من أم عون ما معروف أي اسم عنه. أولا
قول الإمام علي أنا ما حافظه، بس إنه الشغلة تحبه أدخل بيها. زائدا إذا تريد تنجح طفي قلبك وشغل عقلك وصلي وصوم، أنت إيش راح تنجح. السابع نصيحة من مقولات الإمام علي. أول نصيحة، إذا أنت شاب وعلى باب زواج فالإمام علي يقول: فإذا تريد النساء فلا تبحث عليهم، فابحث على الرجال، في بيوت الرجال نساء، لدغة الأقارب أمض من لدغة العقارب. يقول لك إذا أنت تدور على النساء فدور على رجال يكون فرق بين الحق والباطل، زائدا للحق وناقصا للباطل، لأن بطن الحق والباطل نساء وبنات حلال. ويقول لك هم لا تأخذ من الأقربون، لكن لا تقطع النسل وقطع. هم رسول الله يقول: الأقربون أولى بالمعروف. الثامن، عرفنا عن نفسك. شاب عراقي من البصرة، الاسم حسين حازم فالح، العمر 17 سنة، تحصيل الدراسي الثالث وتارك. وأنا صانع محتوى الآن في اليوتيوب وصار 6 سنوات تقريبا، لكن بقنوات متعددة فما انشهرت. السؤال التاسع، عرفنا عن المخير والمسير، أو العكس، المسير والمخير. المخير الشغلات اللي أنت بحياتك ممكن تريد تخير بيهم، تختار الزوجة تريده، تختار السكن تريده، تختار الدوام تريده، تختار التخصص الطب تريده. هاي شغلة أنت بينك وبين الله، ما الله عز وجل ما يدخل بيها، أنت مخير بيها. أما المسير رب العالمين غاصبك فيه، مثلا الموت حق، يعني ما تقدر تغير هذا الشيء. تقدر تشرد الموت؟ لا، ما تقدر. السؤال العاشر، من هم أهل البيت؟ قال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدعية ولا قمر منيرا ولا بحرا يجري ولا أرض محبة هؤلاء الخمس إلا بمحبة هؤلاء الخمس الذي هم تحت الكساء. وقال الله عز وجل: فهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، اللي هو فاطمة وأبوها النبي الله محمد صلى الله عليه وآله، وزوجها الإمام علي عليه السلام، ابنها الحسن والحسين عليهم السلام. وبس، في مال الله.